بغيت نسولكم واش كتعرفوا شنو هو البرغوث؟ اي انت وانا اكبر برغوث فوق الارض، ماشي انا اللي كنقول، هادو سلمنا على القرار اللي كاين فوق الارض. هذا واحد التجربه داروها علماء من قبل، جابوا البرغوث وحطوه في واحد القرعه محلوله، بداو البرغوث كيخرج وكيطير بكل حريه، ولكن ملي زدوا ديك العلاقه بدا البرغوث كيطير وكيضربوا داك الحاجز ديال العلاقه، بدا حاول ماشي مره ماشي جوج حتى استسلم. والمصيبه هو انه بعد ايام جاو العلماء حيدوا ديك الغطايه من فوق ديك القرعه، وداك البراغ ما بقى حتى واحد يبقى يخرج. علاش؟ حيت تيقراسوا انه داك الحد اللي كاين فوقه انه هو الحقيقه. والكارثه العظمى هو انه دوك البرغوث اللي تزادوا في ديك المده ديال التجربه حتى هو كينقز نفس المسافه، علما انه ما تلاقاش مع الحجيج وما شافش علاقه، ولكن تولد مستسلم وقبل وقنع راسو انه هذيك هي المسافه اللي خصو ينقز. ودابا فكروا معايا، شحال مره قالوا لك اسكت ما تدويش، شحال مره قالوا لك حدك تما ما تزيدش عليه. لا ماشي حيت انت محدود، حيت انت برمجوك تيق هادشي. الاعلام والمدرسه كيعلموا لك غير اللي بغاو، وبالنسبه الدين مسيس كيحدد لك الموضوع يتناقش عليه، وبالنسبه السياسه كتمسح لك الدماغ وكتخليك غير رقم في سيستيم ضخم. راك عايش واحد القرعه وهميه وعقلك تيق انه ما كاين حتى شي حاجه برا. ولكن دابا اذا جا شي واحد ورفع عليك الغطايه، واش غتحاول تخرج ولا غتبقى اكبر برغوث كينقز غير في البلاصه اللي حدوا ليه؟ شارك الفيديو هذا مع اللي باغي تفيقوا، وما تنساش دير المتابعه واشترك في القناه، حيت الفيديوهات الجايه غادي نهرسوا بزاف ديال القيود وحده بوحده.